احمد مكي لاسمه وحده يكفي، واحد من الفنانين اللي مفيش من نوعيته كتير في مصر. بيمثل، بيخرج، بيألف، بيغني راب، صاحب افكار مطرقعه معجون بالكرياتيف والابداع بمعنى الكلمه. مكي شبهنا كده، ابن بلد زينا وطالع من حته شعبيه زي الطلبيه، معتز باصله جدا، قريب من الناس دايما، مش بيحاول يبعد، وده اللي مخليه ليه معزه زياده كده في قلوبنا. عارف بالظبط من فين يوصل للناس. دماغه مطرقعه جدا بافكار جديده، سواء كان على مستوى الراب وكليباته اللي دايما بيبقى فيها مسج وموضوع قريب من اغلبيه الشعب، شبهنا بالبلدي كده. مكي بعتبره واحد من الفنانين الملهمين للشباب على مستوى الانسان، دايما بيبقى فيه توعية في الكليبات بتاعته، زي كليب قطر الحياة اللي بيوعي فيه من المخدرات. قطر الحياة بيعدي بسرعة، سنة في سنة في سنة، وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة. وكمان كليب وقفة ناصية زمان اللي مكي كان حريص ان هو يصوره في منطقة الطلبية اللي اتربى وعاش طفولته ومراهقته فيها. وقفة نصية زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بيلاغي الصايع والضايع والجنتلمان. مش بس مكي كان معتمد يبقى في وسط الناس البسيطة دي، لا كمان كل اللي في كليب معاه هم أهل الطلبية من جيران وأصحاب مكي في المنطقة. حركة كانت ذكية وحلوة منه بصراحة في إن هو ينقل صورة مختلفة ومغايرة عن المناطق الشعبية اللي الدراما كانت بتحاول توصلها للناس بشكل آخر. أغلبية الناس ممكن ما تعرفش إن مكي أصوله جزائرية، من أب جزائري وأم مصرية، ومكي اتولد في مدينة وهران في الجزائر، بس بعد كده رجع مع والدته على مصر وعاش في حي الطلبية. ليه أنا شايف مكي فنان مختلف؟ لأني ببساطة مكي ليه كده اسلوب خاص بيه، مش شبه حد، ليه طريقه في الضحك والتقمص مخليه منفرد لوحده في الاتجاه والسكه دي. انت لو جيت قلت لي ان اللي عمل شخصيه الكبير وجوني وحزلقوم شخص واحد، انا اكيد هقول عليك مجنون ومش هصدقك طبعا. فده ان دل يدل على عبقريه وابداع مكي في تقمص الشخصيات دي اللي مش بيخليك ابدا تحس ان هم كلهم شخص واحد. مكي انا دايما شايفه مركز على نوعيه السبوف، الطريقه والسف على الحاجات زي كليشات الافلام او التيمات المتكرره في السينما عندنا، وده شفناه في فيلم لا تراجع ولا استسلام، وكمان فيلم طير انت اللي مكي كان بيتريق فيه على افوارة الافلام الهندية والمبالغة اللي فيها. مكي بصراحة صايع جدا في ان هو يحط الحاجة قدامك وعمره ما يخليك تاخد بالك انه بيسف او يتريق على الحاجة دي، ودي شطارة وذكاء منه جدا، وده اللي شفناه كمان في فيلم سمير ابو النيل، الفيلم اللي كان اغلبه قايم على كوميديا السبوف او التريقة، وده شفناه في حتة برامج التوك شو اللي مكي كان بيضرب فيهم من تحت الحزام حرفيا من غير ما حد ياخد باله ولا يحس، في ظل بهرجة وانتشار البرامج اللي من النوعية دي في الفترة دي. مكي بعيدا عن هو ممثل مفيش اتنين يختلفوا عليه الا ان هو كمان مخرج جامد جدا، وده اللي اثبته لنا في فيلمه الوحيد اللي اخرجه، وكمان كان هو اللي كاتبه، فيلم الحاسة السابعة. الفيلم ده برغم ان هو ما نجحش في السينما لما نزل، لكن الفيلم اثبت مع مرور الزمن انه فيلم حلو، والكوميديا اللي فيه مختلفة وجديدة ومش مستهلكة ومتقدمة وتنفذها صح. وبرضه الفيلم ده لا يخلو من كوميديا السبوف، طريقة مكي المحببة في السف على الحاجة، او الفيلم ده من اوله لاخره كان دايس في الحتة دي وجايب اخرها، وبلا شك ان مكي اشطر واحد في مصر في النوعيه دي، مفيش حد هيقدر يجريه فيها، وكل افلام مكي في السينما مش هتخلو من النوعيه دي. انا بصراحه نفسي مكي يرجع لحته الاخراج تاني، انا واثق ان احنا هنكسب مخرج جامد جدا وهيضيف للصناعه كتير، وانا واثق ان مكي عنده مخزون افكار كتير محتاج يتنفذ ويطلع للنور. في وقت من الاوقات الكوميديا في السينما والدراما كانت ماشيه في خط ثابت ومكرر، ولكن مكي كان واحد من اللي قرروا يغيروا ده. افلام زي طير انت، لا تراجع ولا استسلام، وحتى سمير ابو النيل كانت كلها تجارب جديدة على الجمهور، كوميديا مختلفة وفيها جرأة وتجديد. مكي قدر يكسر حاجز التقليدية وفي نفس الوقت يضحك الناس ضحك حقيقي مش بس إفيهات عابرة. طب انتوا متخيلين ان بعد شغل اكتر من 17 او 18 سنة لمكي في الفن، رصيده في السينما 5 افلام بس؟ انا بالنسبة لي دي جريمة من مكي في حق نفسه. انتوا متخيلين ان اخر فيلم ليه كان في 2013 فيلم سمير ابو النيل؟ يعني مكي غايب عن السينما من ايام ما كان الدولار ب 8 جنيه باين، يعني اكتر من 11 سنة غياب عن السينما. انا شايف بصراحه من اسباب ابتعاده كل الفتره دي عن السينما ان نجاح مسلسل كبير قوي اخره وعطل مكي كتير. احنا بنتكلم ان ده مش مجرد نجاح لمسلسل كوميدي والسلام، لا ده انجح مسلسل كوميدي في تاريخ مصر، واكتر مسلسل كوميدي ليه شعبيه في الوطن العربي، مش مقتصر على مصر بس، ده كمان بقى ايقونه من ايقونات الكوميديا في مصر، وبقى مرجع رئيسي لاي مسلسل كوميدي. فكل النجاح ده ونصيبك ان انت تبقى صاحب افضل مسلسل كوميدي اتعمل في مصر، فاكيد ده هيضرك وهتدخل في دوامه مقارنه دايما في اي حاجه بتعملها بعد كده. وطبعا مكي حاول يتحمى بنجاح الكبير قوي، مش هننكر ده. يمكن من بعد الجزء الخامس اللي اتعرض في 2015 مكي غاب حوالي سنه بسبب ان هو جاله فيروس نادر سبب له مشاكل في الطحال والكلى، وفضل سنه يتعالج، ورجع في سنه 2017 في محاوله جريئه منه ان هو يطلع من عباءه الكبير وياخد خطوه وتحدي جديد، واللي بيتعاون مع هشام ماجد وشيكو بيعملوا مسلسل خلصانه بشياكه
شيكا. انا فاكر ان المسلسل ده ما حققش نجاح كبير، بس بصراحه التجربه كانت حلوه. يمكن بعد موسم رمضان المسلسل ده اتشاف اكتر ونجح، لكن مكي في ظل رغبه الجمهور الملح على جزء جديد من الكبير بيقرر يحقق رغبتهم في سنه 2021 وبيعمل الجزء السادس. يمكن الجزء ده كان اقل مستوى من الاجزاء اللي فاتت، بس كان كويس وقدم لنا وجوه جديده زي حاتم صلاح اللي بقى واحد من نجوم الكوميديا دلوقتي، وكمان رحمه احمد ومصطفى غريب اللي بالنسبه لي واحد من افضل اكتشافات المسلسل ده. نجاح مسلسل الكبير قوي هو اكتر حاجه وضعت مكي في مكانه محدش يقدر ينافسه فيها. الكبير مش مجرد مسلسل، ده بقى ظاهره. كل شخصيه في المسلسل ليها جماهيرها، وكل موسم كان بيضيف حاجه جديده للسلسله، سواء ضحك او شخصيات جديده او حتى تطور في القصه. من الكبير لجوني لحزلقوم كل الشخصيات بقت ترند لوحدها، والعبقريه هنا ان مكي قدر يحافظ على توازن كل الشخصيات دي رغم ان هما مختلفين تماما عن بعض. ولو هنتكلم عن واحده من اكتر الشخصيات الكوميديه اللي اثرت في الجمهور يبقى لازم نتكلم عن شخصيه حزلقوم. الشخصيه دي كانت نقله في الكوميديا المصريه، لانها رغم غرابتها وسخافتها احيانا الجمهور ارتبط بيها بشكل رهيب. عندهم فريسكا زينا. حزلقوم مش بس ضحك الناس، لكنه كمان بقى ايقونه، وكل ظهور جديد ليه كان بيحقق نجاح اكبر من اللي قبل. دي عبقريه مكي ان هو يحول شخصيه بسيطه زي حزلقوم لرمز كوميدي الناس بتستناه. لكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الجزء السابع والثامن اللي بيفشلوا فشل ذريع، تحس ان الموضوع تم استهلاكه، مفيش اضافه او حاجه جديده تتقدم، وللاسف المسلسل بيتم ختامه باسوأ شكل ممكن. وكان في خبر ان احمد مكي يتعاقد على فيلم جديد من انتاج سعاد يونس، بس الموضوع ده بقاله اكتر من سنه مفيش اي اخبار عنه لحد دلوقتي، هل اشتغل فيه ولا لا. وفي النهايه احمد مكي مش بحسه مجرد فنان مختلف، هو حاله فنيه وانسانيه فريده من نوعها. مكي عرف يخلق لنفسه لون محدش غيره يقدر ينافسه فيه، وده اللي بيخليه دايما في حته لوحده. احنا كجمهور بنستنى كل حاجه جديده منه، ودايما عندنا ثقه ان هو مش هيخيب املنا. عشان كده نقدر نقول ان احمد مكي مش بس فنان، هو مدرسه لوحده في الكوميديا، في السينما، في الغنى، في كل حاجه بيعملها. وبس كده، مفيش حاجه تانية عندي اقدر اقولها في الموضوع ده. في النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب. ممكن تتابعني على كل حساباتي على السوشيال ميديا، هتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن تحت. يلا اشوفكم في حلقه جديده على خير. سلام.